السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ اللي ما يعرفنيش انا ام نور حلو وحادق. النهارده هنعمل فراخ سهله وبسيطه. انا جايبه فرختين هحط عليهم ليمون وبصل وفلفل. الفلفل ده اختياري، حامي او بارد اختياري. ملح وفلفل اسمر، والبهارات دي انا عاملاها بنفسي في البيت، هي عباره عن ورق راولي وكوبيبه صيني ببقى طحناها ومعلقه خل كبيره. بتبل الفراخ، طبعا بتبقى مغسوله الاول كويس جدا، انتوا عارفين طبعا بتغسل ازاي. بتبلها كويس جدا وبركنها حوالي ساعة بالتتبيلة دي، وبعدين بحطها في الفرن من غير مية خالص. تقريبا بتقعد نص ساعة لحد ما تنزل الايدين بتاعها. وبعد كده بطلعها احطها على النار وبحط لها مية سخنة، واغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي حوالي نص ساعة كمان، لان هي بتبقى مستوية حوالي 50%. هغطي عليها واسيبها دلوقتي. هنرجع للملوخية. الملوخية دي انا عندي طريقة ممتازة، بتغسليها وبتصفيها وبعدين بتشيليها في اكياس زي ما هي كده في الفريزر. احنا هنا حاطين في الشوربة بتاعت الملوخية مكعبين مرقة انا عاملاهم في البيت، هجيب لكم الوصفة. معلقة سكر كبيرة، ودي مهمة قوي، او دي تركاية هتعجبكم جدا. ومعلقة كزبرة. بطحن الملوخية وهي فيها تلج، بتتفرم كويس جدا، اكنك طحناها بالظبط، اكنك عاملاها بالمخرطه، وبتبقى خضرة وجميله جدا. لو جربتي الطريقه بتاعتي دي مش هتبطليها. بس بتضربيها لحد ما تفك معاكي تماما. باكد لازم تضربيها في الكبه وهي بتلج. بتجيبي طبعا طاسه تانية بتحطي فيها معلقتين سمنه فلاحي، حبيتي تحطي زبده ماشي، حبيتي تحطي شويه زيت ماشي زي ما يعجبك. بحط فيها معلقتين توم، وبحط، بس انا لما الثوم تقريبا يصفر شويه، لونه يصفر شويه، وبعدين بحط حوالي معلقتين كبار كزبره. بشوح الكزبره لحد يا دوب ما تشمي ريحتها. بس تمام كده. بتحطيها على الملوخيه وبألف هنا وشفا. مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم، واستنوا مني كل جديد. وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.